كل إنسان دخل لحياتك ما جاش صدفة، اللي بغيتي واللي جرحك واللي فهمك وحتى اللي خلاك في نفس الطريق. كل واحد فيهم كان مراية وراك شي حاجة كنتي ناسيها في راسك، في نفسك. ماشي كل حب خسارة وماشي كل فراق عقوبة. كاين فراق كيجي باش تفهم، كاين حب كيجي باش يوريك شنو خاصك تصلح في روحك. كاين اللي كيوريك النور ديالك وكاين اللي يوريك الظلام اللي مخبيه من سنين. وما كايناش العلاقة اللي تدوز بلا درس. كل لقاء بحال الكتاب، اللي كيقراه بعين البصيرة كيخرج بحكمة، واللي كيقراه بعين التعلق كيخرج بجرح. العلاقات في الحقيقة ما كتجيش باش تكملك، تتجي باش توقدك وتدخل حياتك وتتقلب المراية عليك. حنا المشكل ديالنا هو اننا تندخلوا للعلاقات واكثرها الزواج وحنايا باغيين نعيشوا حياه ورديه وزوينه، وهذا الانسان ما عرف شنو غيدير لينا. لا، الحياه في الزوجيه تتكون تحدي باش تصلحي راسك وتخرجي احسن ما عندك في هذيك لا فيرسيون، وتا هو يخرج احسن ما عنده في هذيك لا فيرسيون. والحوايج ولي فيبليس ديالكم والحوايج اللي خاطئين خاصها تصلح، وخاصها هذا هو التحدي. العلاقات في الحقيقة ما تجيش باش تكملك كيف ما قلت، ولكن تجي باش توقدك، تدخلك الحياة تتقلب المراية عليك باش تشوف وجهك بلا قناع، باش تواجه الغضب والخوف والأنانية اللي ساكنين فيك. الناس ما تيجيوش باش يدمروك، تيدخلوا باش يكشفوك. يمكن جرحك ولكن جرحهم كان مفتاح ليك الباب ما كنتيش غادي تدخلو ولا غتوصل ليه بوحدك. العلاقة تتخليك تتفهم ان المحبة الحقيقية ما كتبداش بواحد اخر، تتبدا منك، من سلامك الداخلي، من قبولك لنفسك، ومنك ما تبقاش تنتظر شي حد يجي يداويك. اللي ما تتعلمش من العلاقة غادي تكررها بنفس الوجه ولكن باسم آخر، حتى تفهم الرسالة وتعلم أن كل شخص جاء باش يعلمك ماشي باش يكملك. اللي بغيت اللي بغى يعيش حر في العلاقات، حب ولكن بلا تملك، عطاء بلا شرط، وسامح بلا حساب، وخلي الناس تمشي فحال الريح، تتجي وتدوز وتتخلي أثر جميل فقط. شارك هذا الفيديو مع الواحد اللي باقي عالق في الذكريات العلاقات القديمة، وخليه يشوف أن الناس ما جاوش باش يكسروه بل جاو باش يصقلوه.